السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين استوديو نوتس الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في آخر حلقات استوديو المونديال. النهاردة ودعنا كأس العالم قطر 2022. صراحة أنا كنت محظوظ أن تابعت فعليا من مباراة الافتتاح في كأس عالم 90 في إيطاليا للأرجنتين والكاميرون، ونهائي الأرجنتين وألمانيا في 90 واللي انتهى بفوز ألمانيا الغربية، كان اسمها في الوقت ده قبل إزالة جدار برلين، ب1-0 بنالتي لألمانيا الغربية. وكأس عالم 94 نهائي البرازيل وإيطاليا في أمريكا، ونهائي بضربات الجزاء. كأس عالم 98 برازيل وفرنسا في فرنسا وفازت فرنسا. كأس عالم 2002 وفي البرازيل في كوريا واليابان فازت البرازيل على ألمانيا. و2006 إيطاليا على فرنسا. 2010 أسبانيا على هولندا. 2014 ألمانيا مرة تانية بس بمسماها الجديد على الأرجنتين بميسي. و2018 فرنسا على كرواتيا. لكن إحقاقا للحق، أحلى نهائي حضرته 90 94 98 2002 2006 2010 2014 2018 2022 9 نهائيات. أحلى لقاء في نهائي كأس عالم كان النهاردة. كارنفال أهداف ب3 لكل فريق، ضربات جزاء، أشواط إضافية وضربات جزاء 4-2. تكتكس عالي إلى أبعد الحدود، مرونة تكتيكية للفريقين. لو اتكلمنا على الأرجنتين بنتكلم في 4-3-3 ثم 4-4-2 ثم 4-4-1-1. لو اتكلمنا على فرنسا 4-2-3-1 4-3-3 4-1-4-1. مرونة تكتيكية على أعلى مستوى، مرونة تكتيكية على أعلى مستوى للفريقين. مكر وتقاسم الاستحواذ المباراة من اثنين مدربين سواء سكالوني أو ديشام. لكن البطولة نفسها في ميسي يا أخي، البطولة نفسها في ميسي، نفسها في ميسي عشان يكمل مكتبته من البطولات. بعد ما أخذ كوبا أمريكا ما فضلوش غير كأس العالم، وإحقاقا للحق المفروض يحصل حصل. الموضوع متوازن. مبابي هداف البطولة وأخذ الحذاء الذهبي، وميسي أفضل لاعب في البطولة وحمل كأس العالم للمرة الأخيرة في عمره. إنما مبابي عنده مرة واثنين وثلاثة تاني يقدر يحضر كأس العالم، وبالذات إن منتخب فرنسا أغلبه شباب. يمكن لو شلنا لوريس، شلنا بنزيما طبعا اللي ما حضرش، شلنا كونتي، شلنا بوجبا، شلنا برضو دول ما حضروش، شلنا جيرو. فاحنا بنتكلم في منتخب شاب فرنسي شاب، وديشامب مدرب بيتعلم من اخطائه وبيتعلم من البطولات اللي بيخلصها اول باول، بيعدل في نفسه وفي مخططه للمباريات والبطولات المجمعة اللي جايه. الارجنتين سكالوني عمل ضرب من المستحيل، كون انه هو ياخد كوبا امريكا وراها كاس العالم. الموضوع ده ما تكررش غير مع 2 مدربين قبله، ودي حاجه لسكالوني من وجهة نظر الشخصية مسحت الانتقادات اللي كانت في أول البطولة بعد هزيمته قدام السعودية. مباراة للتاريخ، ميسي بيحطم أرقام ولا أكتر من عدد مشاركة، من صناعة ومشاركة في أهداف وتسجيل. النهاردة كان بيتصارع مع مبابي على الهداف، يعني مرة نقول ميسي الهداف، مرة نقول مبابي الهداف، مرة نقول ميسي الهداف، مرة نقول مبابي الهداف. إبداع. وعايز أقول مش عايز أغفل أدوار لاعبي خط وسط الأرجنتين، إذا كان ديبول أو ماكاليستر أو روميرو. بصراحة من وجهة نظر الشخصية ديبول عمل مباراة للتاريخ. ديبول الأرجنتين عمل مباراة للتاريخ صراحة، إحقاقا للحق. يعني كان متواجد في كل حتة، وكان سكالوني رميه على الناحية اليمين اللي المفروض فيها مبابي عشان يعمل زحمة شوية على الخط، وفي نفس الوقت كان بيعرف يخرج بالهجمة منه لميسي لألفاريز لماكاليستر. وده الهدف اللي جابته الأرجنتين، الهدف الثاني اللي جابته الأرجنتين بتاع دي ماريا. صناعة تكتيكية عالية جدا،
فرنسا من وجهة نظر الشخصية راحت وجات أكثر من مرة وسيطرت في الشوط الثاني، كانت أكثر خطورة، لكن الأرجنتين ادتنا مباراة تكتيكية من العيار الثقيل، سواء دفاعا أو خروجا في بناء الهجمة أو هجوما. بصراحة يعني مباراة تكتيكية عالية جدا، كرنفال أهداف ولا أروع، صناعة ولا أجمل، أرقام بتتحطم ولا أكثر، ونهائي الحلم، نهائي التاريخ. كل التاكتكس اللي حصلت في المباراة كل 10 دقائق في تفصيلة جديدة بتطلع، سواء من سكالوني الأرجنتين أو ديشامب مدرب فرنسا. ويكفي مدرب فرنسا أنه دخل 3 نهائي أخذ منهم 1 وكان حامل البطولة وهو لاعب، يعني دخل أوروبا وانتزعتها منه البرتغال في النهائي، ودخل كأس العالم نهائيين ورا بعض، واحد أخذ والثاني كان في الوصيف بضربات الجزاء. يعني هو كمدرب عمل كل ما ممكن بوسع أي مدرب إنه يعمله. فمن وجهة نظري الشخصية ديشامب مدرب ناجح جدا، ناجح جدا، وهتبقى غلطة لفرنسا لو غيروا ديشامب بصراحة شديدة جدا. ورجل واقعي جدا، ورجل مدي شخصية للمنتخب الفرنسي مع الكوكتيل اللي عامله من الشباب والخبرات. هنيئا للأرجنتين بميسي. من وجهة نظر الشخصية زي ما قال أبو تريكة، ميسي المفروض يعتزل، لأنه كده بعد كده مفيش حاجة، يعني مع كون الاحترام الدوري الفرنسي هو أخده، وحتى لو ما أخدوش مش الدوري الفرنسي اللي هيضيف له في السي في بتاعه بعد ما أخد كأس عالم وكوبا ودوري أبطال و كنت معاكم على مدى 19 حلقة أو 20 حلقة، سعيد جدا بأني كنت معاكم في الحلقات دي، ويا رب يكون محتواي عند حسن ظن حضراتكم، ويا رب أكون غطيت مباريات المونديال على قدر استطاعتي، وإن شاء الله يكون المحتوى يكون نال استحسان حضراتكم. سعدت بكم جدا، ويا رب يا رب محتواي يكون عند حسن ظن حضراتكم. إن شاء الله بإذن الله احنا مكملين مع بعض في الدوريات وأبطال الدوري وما إلى ذلك، وإن شاء الله هنكون معاكم في تغطية برضو في المباريات دي. سعدت بكم جدا، دمتم في أمان الله.